لديك في أهلك وأرحامك مجموعة من الناس المتوفين الذين توفاهم الموت وخرجوا خارج هذه الدنيا. هم ينظرون الآن إلى عالم الدنيا وينظرون إليك. ماذا تفعل؟ هل ستذكرهم؟ هل ستبعث إليهم شيء؟ سوي إحصاء الأسماءهم من جدك السابع الثامن التاسع العاشر، خليهم بقائمة ذكورا وإناثا، وخليهم قبالك في صالة الجلوس، وكل وقت صلاة تذكرهم بالفاتحة، تهدي لهم سورة القدر، تهدي لهم استغفار، تسبيح، تهليل، حوقلة، بسملة، اهدي لهم ثواب فاتحة الطعام. وعلم بيتك، أبنائك، زوجتك، أهلك الموجودين بداخل البيت، علمهم على هذه الطريقة. هؤلاء الذين يترقبونكم ينتظرون عطاءكم. ليكن شهر رمضان مثل ما شهر إدخال السرور من الله على قلبك وأنت حي، اجعله شهر إدخال السرور منك على أرواح هؤلاء الذين ينتظرونك وهم في عالم البرزخ. فكرة بسيطة لا تكلفك إلا أن تتوكل وتغتنم. وأفلح والله من صلى على محمد وآل محمد.